وحلويات وهو مريض سكري وحلويات وهو مريض سكري أو مقاومة أنسولين، ويختم طعامه بكوب من مشروب قشور القرفة، بالتأكيد هذا الكوب لن يكون علاجا له، والسكر الصيامي سيرتفع لديه، وأيضا السكر التراكمي سيرتفع. والحل هو الابتعاد عن الوجبات المتتالية واتباع نظام وجبتين في اليوم، نظام صيام متقطع، والمشي والرياضة وتخفيف الخبز. يا صديقي، لا أقول لك امتنع، أنا أقول لك خفف أو قلل النشويات والخبز والمعجنات والمعكرونة والرز، وأكثر من الخضار، وتناول الفواكه باعتدال، وتناول القرفة. هنا ستكون القرفة مفيدة فعلا، وستساعدك في خفض سكر الدم، وستحقق فوائدها العديدة والمذهلة. حديث الخامس أن قشور القرفة تساعد في تنزيل الوزن الزائد، فهي أن اليومي، وخاصة عندما نتناولها بين الوجبة الأولى والوجبة الثانية، وتعتبر هي والثوم من أكثر الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة على الإطلاق. أن هذه القشور لها تأثير هام جدا في قتل البكتيريا الضارة والفطريات، وتساعد بشكل كبير في التخلص من التهابات الجهاز التنفسي والبكتيريا الضارة بالفم والأسنان والجهاز الهضمي. وأيضا قشور القرفة تساعد بعلاج الالتهابات وتخفيف الآلام الحادة عند المرضى، والالتهابات والآلام المزمنة للمفاصل والركبتين وآلام الرقبة والآلام القطنية أسفل الظهر وآلام العصب الوركي عرق النساء. طيب، ما هي طريقة تحضير قشور القرفة بشكل صحي؟ موجودة في لحاء أشجار القرفة، وهي من أكثر البهارات المنتشرة حول العالم. أفضل نوع وشكل للقرفة هو قشور القرفة. توضع القشور بالماء ويتم غليها فقط حوالي نصف دقيقة، فقط حوالي نصف دقيقة. أما في حال قمنا بطحن قشور القرفة في البيت وأردنا تحضير مشروب منها، فالطريقة مختلفة. هنا نغلي الماء أولا ونصبه في الكوب، وبعدها نضيف ملعقة صغيرة ممسوحة من مسحوق قشور القرفة المطحونة للماء المغلي، ونحركها جيدا ونتناولها.